المساعدة على قمع الشعب البحريني أضاف زخما آخر من ردود الأفعال المستنكرة للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين المطالبين بالإصلاح والتغيير في البحرين. ردود أفعال انطلقت من داخل الأراضي السعودية وخارجها لتؤكد براءتها من ممارسات الحكومة في حماية النظام البحريني ودعم سياساته الاستبدادية. خلينا نقول القوات ذي دخلت تساعد في حفظ النظام. طب تحفظ النظام ضد مين ومع مين وبتحمي مين؟ بعدين ليش انتظروا لين تدخل القوات السعودية والإماراتية والقطرية والكويتية ولا اللي هي؟ بعدين جو ضربوا المعتصمين اللي قاعدين اللي لا سلاح معهم ولا شيء، ويطلع التلفزيون البحريني بكل احتقار واللي كان يقول لهم قبل أسبوع خلونا نتحاور وقد طهرنا الساحات. وفي الداخل شهدت العديد من المحافظات والمدن السعودية يوما حافلا بالمسيرات الاحتجاجية تضامنا مع الشعب البحريني والدعوة إلى التغيير والإصلاح في المملكة في ظل تواجد أمني مكثف. في محافظة القطيف شرقية السعودية اجتاحت مسيرات حاشدة مدن محيط المحافظة لتشمل القديحة والجارودية والشويكة وتاروت وسنابس وسيهات. أما مدينة العوامية فقد تدفق آلاف المتظاهرين من نساء ورجال إلى شوارع المدينة منددين بالعدوان السعودي على الشعب البحريني. هتافات أطلقتها حناجر المتظاهرين تطالب الحكومة السعودية بسحب قوات درع الجزيرة من البحرين والكف عن المجازر التي ترتكبها تلك القوات بحق إخوانهم البحرينيين. كما ردد المتظاهرون شعارات أخرى تطالب بإلغاء التمييز الطائفي في السعودية وإطلاق سراح السجناء السياسيين، إضافة إلى إصلاحات سياسية ودستورية أخرى. وكعادتها قامت قوات الطوارئ السعودية باعتراض المتظاهرين وحاولت استفزازهم بوضع الحواجز وإطلاق أعيرة نارية وقنابل صوتية في الهواء، إلا أن حشود المحتجين استمرت بترديد شعاراتها السلمية وهي تشق طريقها بثبات متجنبين الاحتكاك بتلك القوات. وفي وسط القطيف ومدينة تاروت وسيهات والحوطة بمنطقة العمران في الأحساء شارك آلاف المتظاهرين بمسيرات احتجاجية سلمية أخرى جابت الشوارع يتقدمهم عدد من رجال الدين، إلا أن هذه المسيرات لم تخلو من مشاهد العنف التي مارستها قوات الأمن ضد المحتجين الذين اعتقلت منهم نحو 21 شخصا. كما طوقت قوات الأمن السعودية المناطق المحيطة بمسجد أئمة البقيع ومسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بمدينة الهفوف بالعشرات من المدرعات وقوات الأمن لمنع خروج مسيرات احتجاجية.